يعني أنتِ مبسوطة إنِّك وقعتِ في الطين ليه؟ ده لأ، بينفع طيب أنا لأ مش باشجّع عايزة طيب. أصوّر، مش عايزة أصوّر طيب زي ما باقول. خلاص قولي عايزة تقولي إيه النهارده يلا. النهارده آه. إحنا في رحّبي الزرعة. بأصحابِك الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. النهارده في حلقة جديدة في قناة جودي جودة وبابا، يا بابا. أهلًا وسهلًا بكم يا أصحابي. فرصة سعيدة جدًا إن إحنا نلتقي بكم تاني في حلقة جديدة من حلقات جودي وبابا، يوميات جودي وبابا. يا أختي إيه الحلاوة دي! ربنا يستر، ربنا يستر. النهارده ياو. طبعًا المفروض إن إحنا هنطلع نجيب مين؟ النعناع صح؟ هنحاول نطلع ونشوف يا رب جميلة بصراحة يعني. هو الزرع اللهم صل جميل على بس مش سيدنا محمد هنعرف وآله نجيب وصحبه النعناع. وسلم، اللهم بارك يا رب العالمين واحفظنا إن شاء الله يا كريم. يا رب. هنا طبعًا إحنا بنعمل محاولة تصوير لأجمدي، بس الشمس عاملة بالبتنجان. بدنجان مش البتنجان. ده هنا الفول. في فول مزروع الفل. هنا. تعالي وريهم البدنجان الحلو الصغير طيب. نون اللهم صل على مايونيز. النبي. إن شاء الله. إحنا مستمتعين جدًا بالعودة إليكم وإن إحنا نلتقي بكم تاني، وأرجو إن أنتم ما تنسوش الاشتراك فعلًا واللايك يا رب يا رب يعني ويكون فضل وواجب علشان خاطر نقدر نكمل معاكم بإذن الله ونرفع من مستوى النهارده يا قناتنا. صحابي أنا في الزرع. في الزراعة، أنا عايز أقول إن إحنا برضه يعني بنحاول نصور وبنكمل في نفس القصة علشان في الزرعة وخلال زيارتنا للغيط بتاعنا بنقول لأصحابنا ولأهلنا إن إحنا بنحاول نزرع فيكم فكرة إن على كل راس غيط نعمل ربع جراد كده عشان يكون فيه سلة الخضار بتاعتنا. صح. هنا جودي أهي بتتمشى، طبعا جودي نفسها إنها توصل تجيب زرعة أو تجيب نعناع، لكن المية النهاردة مغرقة الدنيا. طبعا ما قدرناش نعدي. بتحاول جودي إنها تعدي الطريق. في حتة كده آه مرة شفتها، رحت عديت منها على طول. الحمد لله. يعني هنا طبعا في قطع طريق ده الجدول المية ونسموها احنا عندنا الفحيرة أو القناة اللي هي بتعدي فيها المية اللي بتسقي الزرع ده. على فكرة الزرعة دي على راسها معمول يعني في حتة منها في الآخر. في أول الزرعة أهو عامل زرع خضروات وزرع فول وزرع جرجير وبقدونس وفجل. الفكرة دي بدأت تظهر عندنا في أكتر من مكان، وبدأت الناس كلها تبدأ تزرع وكرنب وكده يعني. وكرنب برضو. احنا بنقول يا رب كل الناس تقتدي. وطبعا احنا لما نبدا باهلنا واخواننا اللي عندهم زرع وبيملكوا يا رب وسع عليهم يا رب ويزيد يعني ويبارك. اللي عندهم زرع وحقول نضيف هم طبعا بيهتموا بالحاجات الموسميه زي القمح والبرسيم وبالحاجات اللي هي خاصه بالذره ومزروعات عامه. اهو هنا برضو على راس الغيط في اوله برضو في فول ده هو موجود. واحنا نتمنى ان انتوا كلكم تحاولوا انك انتوا تزرعوا. لو كل واحد على راس الزرعة قدر يعمل حاجة زي دي بإذن الله هيغطي أغلب احتياجاته في البيت من الخضروات، وممكن من بعض الحاجات اللي بيحتاجها في الطبخ زي الملوخية وزي البامية. وفي ناس بتزرع باذنجان وناس بتزرع فلفل. كده المية أهي هنا في أول الزرعة ده عامل التخديرة، وأكتر من واحد عامل بنسميها التخديرة علشان خاطر نقدر نكمل. يا ريت الحكاية دي هتحاول إنها تساهم في إنها تخفض من نفقات الغلاء، هتقاوم الغلاء اللي بيحصل. جودي هنا بتشوف الأرض لما كل واحد يوفر احتياجاته في الزرع من الخضروات واحتياجات البيت. شايفين الحتة اللي كنت أكيد الموضوع هيبقى أسهل عليه، بدل ما هيشتري حاجة مثلا واثنين وثلاثة وأربعة هيشتري صنفين هيشتري ثلاثة، لكن في 5 6 متوفرين عنده. بالإضافة لأن هيزيد المعروض، عشان خاطر لما يزيد المعروض في السوق تبتدي الناس حتى اللي ما عندهاش زرع تلاقي الحاجة بسعر أقل شوية تلاقيها متوفرة كمان. شايفين المية يا أصدقاء؟ أرجو إن كل اللي يشوف الفكرة دي يدعمها يا جماعة، الله يخليكم وربنا يوسع عليكم بأراضي ويوسع عليكم بخير كتير. حاولوا إنكم تزرعوا، حاول نرجع تاني. أنا كان يعني بشوف في الأفلام والحاجات القديمة فعلا القرية كانت هي بتعتبر المصدر بتاع الخير والخضروات. حاليا بقي في ناس كتير في القرى بتشتري وبتشتري كل حاجة، والزرع قدام البيوت زي ما انتم شايفين البيوت اهي. طب يعني لو بدأنا ننمي الفكرة وطلبنا من الناس إنها تشارك هتعملوها؟ إيه رأيكم؟ يعني الفكرة كويسة؟ طيب هل هي فيها شيء ولا فيها ضرر؟ ده في زرعة هنا وده من زرعتنا طبعا ما عليهاش أي تخديرة. يا ريت لو على الزرعة دي تعمل تخديرة، هتوفر ملوخية هتوفر بامية هتوفر خضار هتوفر بقدونس جرجير ممكن فلفل ممكن برضو يعني بتنجان في فول
ممكن يتزرع اكتر من صنف يا جماعه، ودي حاجات بيفهموها الناس. طبعا. ولو شفنا يا جودي كده برضك في بعض الفيديوهات هنلاقي طريقه الزراعه في الخضره وفي الارض وفي محاصيل الموسم او في الشجر مثلا. او لا، في زراعه الشجر قصدك زي شجر التفاح وشجر الليمون وكده اللي شفتيه. انا يعني فعلا بحاول ان انا يعني اعمل حاجه نقول فيها ان الارض دي مصدر خير، وان ممكن نزرع في كل موسم كل الطلبات اللي احنا محتاجينها. يعني الناس بتحب الارض. هنا الاراضي قدام البيوت، الزرع قدام البيوت، والارض جميله ومنبسطه ومتوضبه والشمس جميله وحاجات جميله جدا. نقدر نهتم بالزرع ده، ونقدر هو بيدخل لنا محاصيل موسميه زي الذره والقمح والذره الرفيعه. ايوه طبعا بتاكل منها خير كتير. وسبحان الله يعني الحاجات اللي في الارض برغم انها بتشرب من ميه واحده لكن بتطلع لينا الملوخيه بطعم، وتطلع لينا الطماطم بطعم، والفلفل بطعم، والجرجير بطعم، حاجات بطعم حلو جدا. سبحان الله سبحان الله. يا رب بارك فيك. طبعا بابي قدام البيت. بابا ولا ايه؟ بابا. ايوه اصحي. قدام بابا. طبعا بتفكر تعدي جودي هنا. بس انا خايفه ما اقع في الميه عم كده في الميه. لا ان شاء الله تعدي باذن الله. طبعا جودي كانت خايفه تقع في الميه بصراحه، وكانت مرعوبه من الفكره دي، وكانت هتقع بس ربنا ستر يعني الحمد لله. وربنا يستر ان شاء الله. بابا ساعدني مسكني كده يعني عشان ما اقعش في الميه. هنا طبعا بتحاول تعدي وتوصل لمكان، ولكن برضه هتواجه عقبات. استر يا رب. طبعا هتعدي ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ده زحلات في الطيبة زحلية. طبعا لو نزلت كان يوم ما شاء الله. هي طبعا مش هنظهر المشهد، لكن هي كان يعني بصراحة نزلت في الطين بدرجة وبشكل كانت مفاجأة اليوم مش متوقعة. يعني المية كده الدنيا كلها فجأة كده اتقلبت، ولقيت جودي خلاص. الحمد لله. هو كان موقف مش هنعرضه. الحمد لله خير، والحمد لله عدت بسلامة. هي خدت برد يعني. طيب يا جودي الحمد لله. على العموم يعني في الموقف ده كان في حادثة لكن استترت الحمد لله يعني. هنا بنتأمل المية. وعلى فكرة استني يا جودي كده، التخديرة دي كده شربت مية اتسقت يعني. الحمد لله. هنا طبعا في جرجير وفي بقدونس وكان فيها خضار وفيها سبانخ. كنا رايحين نجيب نعناع بس. وهنا جودي كانت بتدور على النعناع بس لقيت المية معومة الدنيا. بس لقينا حتة نعناع في الأرض كده، حتة صغننة. المية هنا جودي بتلعب في المية وبتحاول تضرب طوب. المية دي خير وجاية من نهر النيل. سبحان الله حبايبي مصر، وشيء جميل ونشكر ربنا الحمد لله. في يعني ناس الحمد كده لله على اليوتيوب، نعمته وعلى فضله علينا. في ناس على اليوتيوب بتقول الزرعة وكذا، بتشرح في فيديوهات وبتشرح ازاي نزرع النعناع ونزرع الطماطم والخضار. يا ريت قبل ما تخلص الحلقة اللي احنا فيها معاكم وفي نهاية حلقتنا أنا بحاول أوجه يعني تفكير الجميع. والناس هتقول طبعا ده في القرية وفي زرع في متوفر كتير. الكلام بعد كده برضو حتى لو في القرية نفسها في أسطح لو حد ما يملكش زرع. احنا في القرى غالبا كل واحد بيبقى عنده بيت، فطبعا في البيت ليه سطح، وهنحاول برضو نعرض عليكم ازاي يستغل السطح ده في الزراعة لو هو ما يملكش زرع. لان ممكن في القرية يملك بيت لكن ممكن ما يملكش زرع. مش الاغلبية يعني، الاغلبية بتملك حقول وزرع. لكن طيب يا جودي ايوه، لكن في ناس كتير يعني برغم ان عندها زرع في ناس تاني ما عندهاش. فزراعة الأسطح هنتناولها برضو وهنشوف ازاي ممكن نتعامل مع السطح. طيب وفي المدينة في ناس فعلا ما تملكش غير الشقة بتاعتها كويس ممكن في البلكونة يا جماعة. وهنشوف برضو الطريقة دي. فرصة سعيدة وإلى أن نلتقي. ألف سلامة ومع السلامة. مع السلامة. فيلم مع أصحابنا. سلام. هنقول لهم إيه؟ ألف سلامة يا أصحابي. علي صوتك. ألف سلامة يا أصحابي وأنا فرحانة أوي بيكم. إن شاء الله نلتقي معكم في الحلقة القادمة. لايكات ما تنسوش الاشتراك معنا إن شاء الله واللايكات. يا ريت يا أصحابي بإذن الله نلتقي معكم في الحلقة الجاية وإن شاء الله على خير. في حلقة تاني بس بعد شوية. الله مع السلامة. مع السلامة. باي باي.